لو عاوز تدخل كلية تجارة ولسه ما قدمتش، لسه الفرصة قدامك ان انت تقدم في جامعة الزقازيق الأهلية في مدينة العاشر من رمضان، اللي فتحت باب التقديم الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 53%. في برنامجين هي في كلية التجارة: برنامج المحاسبة وبرنامج إدارة الأعمال والتسويق، ده باللغة الإنجليزية. التسجيل متاح حتى اكتمال العدد. مصروفاتها 40,000 جنيه زائد المصاريف الإدارية. كمان الجامعة حددت أيام لاستلام الملفات للطلبة المقبولين في المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة وطلاب مدارس ستيم. حددتها بدأت من يوم الحد 27/8 ومستمرة لحد 31/8. متصنفة إن الحد هيكون الطب البشري، الاتنين أسنان وصيدلة، التلات حاسبات وهندسة، الأربع تمريض وتجارة، الخميس تخلفات. بالبرامج اللي عندها: الطب البشري برنامج الطب والجراحة 110,000 زائد المصاريف الإدارية. طب الأسنان برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان 100,000 زائد المصاريف الإدارية. صيدلة برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية 80,000 زائد المصاريف الإدارية. كلية الحاسبات والمعلومات برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 50,000 جنيه زائد المصاريف الإدارية. كلية الحاسبات والمعلومات برنامج المعلوماتية الطبية 50,000 جنيه زائد المصاريف الإدارية. كلية الحاسبات والمعلومات برنامج نظم معلومات الطيران 50,000 جنيه زائد المصاريف الإدارية. كلية الهندسة 60,000 جنيه زائد المصاريف الإدارية. كلية الهندسة برنامج هندسة الإنشاءات والتشييد برضو 60,000 جنيه زائد المصاريف الإدارية. كلية التمريض برنامج التمريض 40,000 جنيه. كلية التجارة سواء برنامج المحاسبة أو برنامج إدارة الأعمال والتسويق 40,000 جنيه زائد المصاريف الإدارية. المفروض الطلبة تروح تقدم أوراقها، واللي هو عبارة عن مختومة بشعار الجمهورية، صورة طبق الأصل، شهادة الميلاد، كمبيوتر حديثة، 6 صور شخصية للطالب مكتوب عليها اسم الطالب، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. بعد تقديم الأوراق والمستندات هيتم دفع المصروفات الدراسية. مندوب البنك متواجد بمقر جامعة الزقازيق الأهلية لسداد المصروفات في نفس يوم تقديم الملفات. هيتم سداد المصروفات الإدارية على قسطين: فصل أول وفصل تاني. سداد مبلغ 1500 جنيه قيمة الرسوم الإدارية مع مصاريف الفصل الدراسي الأول عن تقديم الأوراق. هيبقى في فرصة للالتحاق بكليات الجامعة نتيجة تخلف بعض الطلاب عن الالتزام بإجراءات القبول. دي هيتم إجراء تنسيق على مرحلة تانية ليها. بعد ظهور المرحلة التانية وترشيح الطالب لرغبة أعلى هيتم سداد فرق الرسوم القسط الأول. آخر موعد لتسديد المصروفات الخميس 31/8/2023. في حالة عدم السداد في الموعد المحدد هيعتبر ده تنازل من الطالب عن ترشيحه بالجامعة.